السلام عليكم. مساء الرفاهية والفخامة والرقي. النهاردة معايا تحفة عصرية شرقية من دار عريقة ما بتقدمش غير التميز، والعطر ده بيجمع بين العمق والفخامة والرسالة، والعطر ده اسمه Purpose 50. دي تجربة متكاملة بتاخدك في رحلة من أول نوتة لحد آخر لحظة ثبات. لو أنت من عشاق العطور الراقية استعد، لأنك على وشك إنك تكتشف عطر يمكن يغير مفهومك عن الفخامة. وراء كل عطر عظيم بيبقى فيه دايما أنف مبدع، وعطر بيربس 50 مش استثناء. العبقري اللي ورا التركيبة دي هو كونتون بيش، وده من ألمع العطارين في العالم. أسلوب كونتون أو كوينتون باللغة الإنجليزية معروف إنه هو جريء ومعاصر، وفيه لمسة درامية مميزة، بيوازن بين التقاليد والحداثة، وهو بيعشق يبني العطر حوالين قصة أو إحساس. وعطر بيربس 50 مثال واضح للأفكار دي، وهو عطر بيجمع بين العمق والغموض، بس كمان فيه طاقة وقوة. وفي عندك أمثلة كتيرة جدا من عطور كوانتون، واللي هي لو شميت مثلا عطر جانيميد، عطر مشهور جدا في الفترة الأخيرة، عطر جلدي فخم جدا. وعطر ديلينا من بارفام دي مالي، وده عطر من أحلى العطور اللي نزلت الأعوام الأخيرة، وبالإضافة طبعا إلى أبرز العطور التجارية اللي هو عملها لجان بول جوتيه لامال. ومن أحلى العطور التجارية اللي أنا شخصيا بحبها وبستخدمها تقريبا يوميا لأن الجو حر عندنا الأيام دي، اسمه لاسال داليزي. لاسال داليزي ده من إيساي مياكي اللي هو الديزاينر الياباني، وده عطر بحري جميل جدا، بحري خشبي. ولو انت طبعا من عشاق العطور اكيد مر عليك او على انفك الروائح المبدعة دي، فانت اكيد حسيت ببصمته قبل كده. وكل عطر من دول بيحكي قصة، وده اللي عمله بالظبط مع عطر بيربس 50. عطر يحكي عن الرحلة، عن السعي ووجود هدف أعمق. وده طبعا بحسب أقوال كونتون إنه العطر ده بيتمحور حوالين الرحلة الداخلية للإنسان اتجاه هدفه، مش مجرد سفر مكاني، إنما رحلة روحانية فيها تحدي وقوة وثقة. فبيربس 50 ده مش مجرد عطر، ده انعكاس لرحلة داخلية، أو اللحظة اللي الإنسان بيبص فيها جوه نفسه وبيقرر ياخد خطوة حقيقية اتجاه هدفه. مقدمة العطر في البرغموت، فلفل الوردي، فلفل بيمنتو أو الفلفل الحلو، وفي بخور. وفي قلب العطر في ورد فيتيفر رملي أو نجيلة هندي رملية، وخشب الصندل البابايروس أو النبات البردي. قاعدة العطر بقى في الزعفران وجلد الناعم أو الشمواه، ومركب الدهايد، والميستيكال اللي هو بيدي ريحة البخور أو اللبان الصناعي، والأكيجالا وود هو اللي مستخلص من الباتشولي المعدل وراثيا، مش الميستيكال. الميستيكال ده برضو مركب صناعي تاني. وطبعا الفانيليا. العطر ده أنا بحبه جدا، يعني اشتريته أول ما نزل السوق وكان بلايند باي، لأني أنا ما جربتش حتى النسخة القديمة اللي هي بيربس. أنا اشتريت الإكستري على طول أو اللي هو بيربس 50. وعطر هو صراحة مش لكل الأجواء، وهنتكلم عن الكلام ده بعدين، بس عطر جميل جدا. يعني انا مش من الناس اللي بيشجعوا فريق امواج عشان بس هو شركة عربية، لكن مش كل عطورهم قوية زي ده. فطبعا
في كلام ناس بتقول على الفراجرانتيكا وكده ان في عطور كتير اعاد صياغتها بعد ما غيروا المدير التنفيذي للشركة، وهو مشي سنة 2019 تقريبا. بعد العطور اللي طلعت بعد 2019 في بعضهم أعاد صياغتهم، بس طبعا في استثناءات، وزي عطر بيتش هات مان أنا شاري نسخة جديدة، وعطر طبعا يعني مفتري، عطر مفتري قوي جدا. وبس في عطور تانية بقت شوية كده تحس ان مش اسلوب امواج. وفي بعض الناس بيقولوا العطور دي لازم ترشها كم مرة كده في الهواء وتحطها في مكان ضلمة وتلاجة، وانا هروح اشتغل. فالواحد يعني بيشتري العطور دي يتمنى ان هي تكون جاهزة، حتى لو الكلام ده صح انا مش عارف، بس في عطر هبقى اتكلم عنه بعدين. وانا فعلا عملت كده، اشتريته وهو عطر جميل جدا على فكرة، بس بيقال انه اعاد صياغته وما بقاش قوي خالص. والعطر ده اللي هو اللي ازازته لونها اخضر، اللي يعرف بقى. فانا مش عارف بقى، فتحت الكاب ورشيته كذا مرة ومستني بقى، مش عارف بقى شهر شهرين اشوفه بقى هل هيكون فعلا قوي زي ما، حتى لو قريت مثلا في فراجرانتيكا النسخة العربية هتلاقي تقريبا 99% من الكومنتات الناس كلها بتقول ان العطر ده فواح جدا. بالعكس، ان عطر اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اللي هو بيربس 50 عطر نفاذ، عطر فولاذي، يعني عطر قوي جدا. زيه مثلا، هو انا عارف هو نسخة جديدة واكستري وكده، بس عطر ده انا كل مرة لبسته جالي فيه اطراءات كتير جدا بصراحة، ومن الجنسين. عطر فعلا جميل جدا، قوي جدا. وتعالوا بقى نرش، انا هرش رشة واحدة عشان ده يعني مش هنعرف ننام، لان انا دلوقتي قاعد في اوضه النوم. اول ما ترش العطر ده تحس بانفجار من الفلفل الحار والفلفل الوردي مع البرغموت، يا حاجة فعلا روعة. وده النوتات دي ما بتقعدش، يعني هي بتقعد بس هتاخد وقتها وهتروح، وبعد كده يظهر بقى الانسنس او البخور، وتأثير البخور بيكون اعمق واقدم، وبتحس انك كده رجعت لروح الارض فعلا. في القلب بقى في خشب الصندل، وخشب الصندل ده دي نوتة كريمية دافية، وتحسها كده بتقربك للطبيعة، إلى جانب الفاتيفر أو النجيلة الهندي، والنبات أو زهرة البردي أو نبات البردي. وده بيدي الريحة ريحة كده earthy، يعني ريحة زي ما قلنا طبيعية، فأنت كأنك واقف كده في الطبيعة والصمت حواليك، وكل النوتات دي في تناغم وتركيز، ولا أحلى ولا أروع. أنا شمتش حاجة زي دي قبل كده خالص. ولما توصل لقاعدة العطر تلاقي الزعفران كده بيرفرف بجانب باقي البهارات ومع الجلود، والمسك الصناعي والمستيكل اللي هي دي بتدي كده احساس كده راتينجي صمغي شوية، وبيخلي ريحة البخور تقعد فترة اكتر. واخيرا الفانيليا بتدخل بحلاوة كده دقيقة، بتدي احماء حميم، بتخليك تحس ان العطر بيلامس جسمك مش بس فوقه. فزي ما قلت لكم العطر ده طاغية، عطر ثباته اسطوري. انا صراحة ما كنتش متوقع ان اغلب العطور في الاونة الاخيرة اعاد صياغتها، فما كنتش متوقع ان العطر ده يكون بالقوة دي، بس بصراحة عجبني من اول شمة. واحنا كمان ما شمناش النسخة الأصلية اللي هو بيربس الأصلي، فالعطر خرافي لدرجة إن في ناس بتخاف ترشه. يعني واحد صاحبي بيحب العطور جدا، بس
بيخاف، ما عجبوش. والناس دي بتشتكي من العطور بس بتستحمى بيها. يا عم ما تستحماش بالعطر، الله يرضى عليك. عطر زي ما قلت لكم قوي جدا وجميل جدا. يعني على الجلد بنزل من البيت مثلا 5:30 ارش 3-4 رشات 5 رشات. انا فاهم، بخش بقلب جامد. الناس بتقول لي رش رشة، لا انا ارش 5-6 كمان. في الشتاء طبعا بيقعد معايا، خاصة على اللبس، جاكيت اللبس بتاعي لحد 3-4 ايام. وعلى الجلد على الأقل 12-13 ساعة. وطبعا ومع الوضوء والكلام ده، وما باخدوش معايا في الشغل مثلا مرتين تقريبا، الظهر والعصر وكده، وضوء واغسل. العطر لسه انا شمه. فعطر زي ده، هو ده ورويال توباكو وبيتش هات وانترلود مان. لو عندك النسخ اللي هي من قبل، النسخة اللي عندي هي 2021، الانترلود مكتوبة من الجنب. يعني عطور لازم تستحمى 2-3 عشان يطلعوا من جسمك. فتخيل بقى على الهدوم هيبقوا قد ايه. فالملخص هنا هو عطر حار ترابي باودري شوية ودافي وأنيق فخم جدا. فزي ما انتوا عارفين ان العطر ده اكستري دو بارفام، يعني عطر فيه مكونات اغنى، ويعني مش هيفضل يقعد بنفس الطريقة وخلاص. لا، هو عطر بيتطور بنعومة. فعطر جميل جدا فعلا، عطر خرافي. فهو عطر صراحة مش لكل الناس. انا توقعت ان عطر زي ده هيعجب اي حد يشمه، بما انه عجبني من اول شمة. وفعلا عجب ناس كتير جدا سألوني عليه. بس مع ذلك كان في كام شخص سألوا لي ايه اللي انت حاطه ده عطر، لا انا ما عجبهمش وكده، وقوي جدا زيادة وعطر كده بيفرد وجوده بصراحة. فالعطر ده مناسب للجنسين، هو عطر محايد، عطر جميل جدا. بس ستايله لازم يبقى عندك كده ستايل راقي كده وناضج. يعني مثلا ما توقعش ان اي حد في اوائل العشرينات مثلا يلبس عطر زي ده. فهو عطر شتوي خريفي، خاصة لأن النوتات الخشبية والنوتات الدافية وكثرة التوابل اللي فيه، فدي نوتات كده بتتألق في فصل الشتاء أو الأجواء الباردة. ولو إني من الناس اللي بتقول أنت ومزاجك تلبس العطر اللي أنت عايزه، بس مع ذلك عطر زي ده وانتلود أو حتى رويال توباكو، دي عطور في الجو الحر بصراحة تقيلة جدا. يعني هي عطور حلوة في الأجواء الباردة. فيمكن لو انت مثلا الله أعلم، أنا ما جربتش البيربس اللي هو الأو دي بارفان، يمكن ده يكون مناسب للصيف، الله أعلم. بس ده لازم أجواء باردة. فلو انت من الناس اللي بتحب العطور كده اللي ليها هيبة، بيربس 50 اكستري دي بارفام هيناسبك جدا. والناس اللي في الكومنتات في فراجرانتيكا بيقولوا ان البيربس الاصلي كان عطر قوي جدا، فايه لازمة ان امواج يصدروا الاكستري دي بارفام بتاعهم لبيربس 50؟ فمش مستاهلة. فهم فاكرين ان ده ما بس مطلعين العطر ده، لا هو عطر جامد جدا. انا زي ما قلت لكم ما جربتش العطر القديم، بس هو عطر اعمق وانعم. العطر التاني يمكن يكون كان خشن شوية، زي مثلا انا جربت انترلود 53 انترلود 53، فحسيته ان هو انعم صراحة. هو عطر كان جميل جدا بصراحة، عجبني اكتر من الاصلي. بس الاصلي يعني عطر قوي جدا. فانا يمكن اشتري عينة اجربه بنفسي واعمل لكم ريفيو الاتنين مع بعض يمكن في المستقبل. لو انتوا حابين الكلام ده اكتبولي في الكومنتات. فملخص النوتات بقى: بداية حارة جريئة مليانة طاقة روحية، وفي قلب العطر إحساس ترابي باودري ناعم وأرضي في نفس الوقت، وقاعدة دافية غنية
وراقية وبتسيب أثر طويل، فهو مزيج بين الحدة الشرقية والخشونة الخشبية مع لمسة ناعمة وحسية من الجلد والفانيليا. فهو عطر متوازن بين النعومة والقوة والروحانية والحداثة. هل جربتوا عطر بيربس 50؟ هل عجبكم العطر ده ولا انتوا حاسين ان النسخة القديمة احلى؟ انا شخصيا ما جربتش النسخة القديمة. اكتبوا لي رأيكم بقى في الكومنتات، ولو اول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير، وعشان ما يفوتكمش كل ما هو جديد في عالم العطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.